الأفراد والتجار بنتكلم النهاردة ريفيو عن فندق من فنادق الغردقة المشهورة ساند بيتش فور بالغردقة. بيبعد 12 كيلو من مطار الغردقة، ويبعد 17 كيلو من جراند أكواريوم. الفندق بيه موقف سيارات مجاني، باركينج مجاني، والواي فاي شغال عنده برضه في الفندق كويس. الفندق بسيط وتحس بيه بالألفة والعائلية، وهو مناسب للعائلات. الفندق بيه 3 حمامات سباحة وشاطئ هادئ. يعيب الشط وجود الصخور فيه، فلو انت عندك حذاء للشط يستحسن تلبسه، للصخور ممكن تعور الأطفال والكبار. تجهيزات الفندق فيها مستوى أعلى من مستوى الخدمة، فلازم يبقى فيه تقارب بين مستوى الخدمة ومستوى الفندق. يمكن أحسن الناس الآراء بتاعت الناس اللي أنا دورتلكوا في آراء بتاع 300-400 شخص اللي راحوا الفندق في الفترة الأخرانية: عم عاشور بتاع البسين، وفي أستاذ أحمد برضه في الاستقبال، من الناس المحترمة اللي سابوا علامة مع الناس اللي زارت الفندق. بنقول برضه إن الغرف مكيفة والتكييف بتاعها كويس، وبيمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة عزكم الله. بختار الغرف السفلية لأن فيها متابعة وفيها خدمة وفيها مستوى الأجهزة والعفش بيبقى أعلى من مستوى الغرف اللي أعلى منها، مش عارف ليه. يمكن المدير برضو بيتابع تحت بتاع، بس هو محتاجة متابعة أكتر. الممرات بتاعة الممشى بتاعة الفندق جميلة وممتازة، لا غبار عليها. دايما عروض الشتاء في الفندق ده بتبقى روعة وبتبقى جيدة جدا عن عروض الصيف كمان. نقول رقم الفندق كده: 065335478821، 065335478821. الغرفة الثلاثية بتعمل في حدود 2300، وطبعا بتتصل بتعرف الأسعار، والأسعار في الشتاء متغيرة وفي عروض نازلة ولا لأ. والغرفة المزدوجة بتعمل في حدود 1600 جنيه. في خدمة غسيل ملابس تابعة للفندق. زي ما شكرنا في أستاذ عاشور وأستاذ أحمد، في برضو شوية في الاستاف بيركزوا على موضوع التبس شوية، وده بيضايق العملاء. احنا عايزين الناس تيجي وتشكر وتسيب آراء كويسة على الفندق. هو المستوى الخدمة عموما ضعيف. المية بتاعت حمام السباحة والأكوا بارك بتحتاج متابعة أكتر ونظافة أكتر. الفرش يحتاج لعناية، لازم يبقى فيه صيانة ومتابعة. الشكل الفندق حلو وموقعه كويس، وفي الغردقة من أجمل شواطئ مصر. فالفرش والحمام إذا كان في ريحة أو بتاع حاجات بسيطة ممكن تتعالج بحاجات بسيطة. مش هستنى لما العميل يشتكي منها، أما تتحل يبقى أحسن. الاهتمام بالأكل وتنويع. وجبة الفطار ما فيهاش تنويع، مش هنقول بقى يعني في كذا وفي كذا، لا ما فيهاش تنويع. والمشروبات برضو ما فيهاش تنويع، يعني مش شرط كركديه بس، وفي حاجات تانية، أنواع تانية وأذواق مختلفة للناس، فممكن حاجات بسيطة قوي وتسيب أثر مع الناس. ميعاد المسبح من 10 صباحا ل5 مساء. الميعاد محدد بتاع المسبح من 10 صباحا ل5 مساء. في قاعة أفراح جميلة ولكن لا تسع عدد كبير، فاللي عارف ان هو العدد معقول بتاعه القاعة ممتازة. لكن لما يكون العدد كبير مش هيبقى فيه أماكن مريحة للناس أو يقعدوا فيها. والله هي في آراء فردية إن ينصح بالحجز بدون أكل، لكن أنا شايف إن هو في اهتمام وفي تطوير من مدير الفندق. لأن الأكل هيبقى غالي إلا إذا كان في أنت مش عاجبك الأكل، وفي ناس بتاكل، معظم الناس بتاكل بره برضه. النصيحة إن أنت لو بدون أكل لما تتصل لو في عروض يبقى بدون أكل، مش مشكلة برضه. قلنا الفرد في الحجرة المزدوجة يقف في حدود 600 جنيه، والفردين في الليلة المزدوجة تقف في حدود 1600، ده أسعار تقريبية. و2300 اللي هو التلات أفراد. احنا بنقول أسعار تقريبية، لكن كل يوم بحال وحسب السيزون وحسب الوقت اللي انت بتحجز فيه. هو انا برضو يعني الواحد برضو ياخد الفوط بتاعته معاه يبقى احسن. في الفندق صالة ديسكو، وفي منتجع صحي. من مميزات الفندق وموقعه كويس، في شوية اهتمامات بسيطة مش هتكلف كتير، هتسيب أثر وتزود عدد الزوار للفندق. بتتوفر جولات مائية، وفي جولات للغطس العميق لأن في ناس بتبقى غاوية. أنا كده اتكلمت على الفندق
مش هاقول مش بارشّحه، لأ أنا بارشّحه، هو شوية اهتمام من الناس، لكن سعره من الأسعار المعقولة، وفي الغردقة والموقع بتاعه ممتاز. أنصح بالاهتمام من إدارة الفندق بعض الشيء، لكن كstyle في الفندق جميل. وقناة مسك إذا كنت قدّمت لك أي معلومة مفيدة في الفيديو، فأرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك، لييجي لك إشعارات بالفيديوهات الجديدة بإذن الله عن كل فنادق مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.